بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها منصبها، وستبحث خلالها أساسا في زيادة إمدادات الغاز نحو إيطاليا. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن زيارة ميلوني تعكس متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، والإرادة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر. فيما أشارت إلى أن زيارة ميلوني هي الأولى إلى خارج الوطن منذ توليها رئاسة وزراء إيطاليا في أكتوبر الماضي، والزيارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر خلال عام واحد فقط. ومن المقرر أن تلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء الجزائرية، فيما ذكر البيان أن ميلوني جاءت على رأس وفد وزاري هام في زيارة تأتي بعد 6 أشهر من القمة الجزائرية الإيطالية التي تم خلالها الاتفاق على زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا، فيما أصبحت الجزائر المزود الرئيسي لإيطاليا بالغاز عبر خط أنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، متخطية روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا. فما رأيكم أنتم بهذه الزيارة؟